السلام عليكم، مساء الخير. اول حاجه اعتذر اني تاخرت عليكم بالقصه الاسبوع هذا، لكن والله مشاغل. لكن جبت لكم قصه تستاهل. اول حاجه فيها فائدتين، فائده لك انت اللي تسمع المقطع، والله اللي تغير حياتك 180 درجه. مثل ما انا شفت اثرها يوم الصاني راعي القصه بهالعلم اللي يسوي وسويته لي اسبوع، سبحان الله شفت اثره قدام عيني. والعلم الثاني فيها فائده يوم نذكر قيمنا ومبادئنا والنخوه العربيه اللي فينا ونطلع عليها ويطلعون الجيل ويسمعونها ويعرفون ان احنا لازم ما نعيش الا بهالقيم والمبادئ اللي الله لا يحرمنا منها. يعلمني راعي القصه رجال قبل اسبوع، رجال معروف، ابو واحد من المشاهير، مشاهير السناب، اكبر مشهور يمكن في السعوديه، قال والله عندي قصه وبعلمك بها لكن ما بك تذكر اسمي، انا ابغاها لله. قلت يلا جيب القصه. يقول عام 2013، يقول حرمتي تجاه المرض الخبيث هذا، الله يكفينا شره، المرض الخطير. يقولون ما يجوز انك تقول خبيث. فيقول ودونا امريكا في ولايه اسمها كاليفورنيا على حساب الدوله عشان اعالج زوجتي. يقول وقعدنا فتره، يقول قعدنا فتره تعالج الحرمه عندي. يقول قال الدكتور خلاص خلها تروح اجازه الظاهر مدري. يقول رجعت السعوديه وانا قعدت هناك. يقول ما عندي فلوس، يعني المصاريف صعبه انه يجي وهذا ويرجع. يقول قعدت. يقول وانا ساكن عند امريكي، يقول امني على الشقه اللي عندي ساكن فيها. يقول في شقه ثانيه جنبي، قال لا جاك مستاجر اجرها. يقول هو صديق لي، يقول صارت بيني وبينه صداقه. يقول وهاك الليل على الساعه 2 في هذه المدينه، يقول الوضع فيها مخيف ولا فيها امان وبرد في شتاء. يقول برد درجه الحراره تصل 2 تحت الصفر واكثر، والثلج في الشوارع. يقول يوم جات الساعه 2 جاني ارق، سبحان الله ما قدرت انام. يقول انا لحالي في الشقه. يقول حرمتي رجعت السعوديه. يقول الا واحد يتصل علي من اخوياي عمري، قال لي يا اخوي ترى فيه هاشتاج في تويتر، بنت واخوها يستنجدون ما عاد معهم فلوس وطايحين في الشارع، طلعهم الفندق برا وطايحين في الشارع في هذا البرد وهالليل. قلت اي والله ابشر، رقمهم عندك؟ قال لي والله عندي. يقول واخذ الرقم واكلم على الرقم وترد علي البنت، يا بنتي وش فيكم سلامات انتم سعوديين؟ قالت احنا سعوديين وطايحين في الشارع في وضع محرج جدا، لا اكل ولا لحاف ولا جلسه في الشارع وخوف وفي مكان ما هو امن، والجوع ذبحنا لنا يومين ما ناكل. قال لا ابشروا. وش قصتهم؟ قصتهم ان البنت طالعه تدرس على حساب الدوله واخوها معها مرافق، وجو قبل البعثه ما تبدا بشهرين عشان يشوفون الاوضاع وهذا، وخلصت الفلوس اللي معهم، صرفوها وخلصت الفلوس اللي معهم وطلعهم الفندق برا، ولا عاد عندهم لا كثير ولا قليل، وباقي مده لين تبدا البعثه ويصرفون لهم الدوله راتب. يقول وجيت لين عندهم، يقول وخدتهم وجبتهم عندي في الشقه. يقول وسكنهم في شقه الامريكي اللي قال خلها عندك اذا جاك مستاجر اجرها. يقول سبحان الله البنت احسن ما تشوف، بنت مؤدبه ومحتشمه وبحجابها. يقول واخوها ولد يعني برضه محترم. يقول لكن خلاص هم طفشوا من الحياه، قالوا اذا تقدر بس يعني ترجعنا، احنا ما عندنا نبغى لا دراسه ولا هذه ولا الثانيه، احنا يعني تعرفون انسان غريب وتبهذل، وفي المجتمعات هذيك اللي ما عنده فلوس يضيع ناس ماديين يتعاملون بالماده، سبحان الله. يقول قلت لا عيون خير وان شاء الله ان الامور تيسر. يقول وبيتهم في الشقه. يقول واروح شقتي وارسل في الجروب. يقول احنا في جروب مسوينه الناس اللي مغتربين اللي يتعالج واللي يدرس. يقول فيه ناس كثير. يقول واكتب في الجروب. قلت يا الربع القصه وانا رجال البنت والولد عندي، وانا والله ما عندي الا $1000، ما في لا غيره ولا بعده ولا قبله. قالوا وابشر. يقول هم يقطون. يقول معنا سوداني سمسار يجر علينا شقق ويجر على السعوديين شقق. يقول وقط معنا هو برضه. يقول وصلت 1600، وصل المبلغ اللي جمعوها للجروب $1600. يقول وانا معي 1000 صارت $2600. يقول لكن ما تسوي شيء، المعيشه هناك كل شيء غالي. يقول لك الشقه قيمتها يمكن يصل ل 30,000 ريال سعودي، يمكن تقريبا 7 ولا $8,000. يقول وانا ما معي شيء. يقول تمر الايام يوم يومين. يقول وانا خايف ان الامريكي يجي ويلقاهم في الشقه ويفكر اني استغليته واجرت وهو غايب. يقول لين جاء يوم الجمعه هاك اليوم. يقول وانا اروح لهم اجيب لهم اكل واجيب لهم هذا. يقول وجاء بعد العصر. يقول واذكر ان اخر ساعه في الجمعه فيها دعوه استجابه. يقول واخذ لي سجادتين واروح لهم. قلت يا عيالي السلام عليكم. قالوا عليكم السلام، كيف الاوضاع؟ قالوا والله الاوضاع تعبانه، اذا تقدر خلاص بس رجعنا السعوديه، ما عاد نبغى لا دراسه، كرهوا الشغله كل ابوها. واستغرب وقال لا والله دام اني موجود ان شاء الله انكم ما تنضامون. يقول وانا مصيري خلاص صار من مصيرهم في ذمتي، صرت مسؤول عنهم مثل عيالي. قلت يا عيالي ترى يوم الجمعه في ساعه استجابه، ادعوا على هالسجادتين وانا بروح ادعي.
يقول واروح ادعي في شقتي يا رب انك تيسر امري وامورهم، هم يدعون سبحان الله. الدعاء يوم الجمعه في اخر ساعه هذا له تاثير وله مفعول سبحان الله قوي. يقول والله العظيم يحلف بالله، يقول اني ما خلصت من دعائي الا والتلفون جايني من السعوديه، يقول ولا دقائق الفرق الا والتلفون جايني من السعوديه، واحد قحطاني من اهل الشرقيه يدق علي، كان يتعالج في امريكا وشافاه ربي ورجع السعوديه، هو معنا في الجروب. قال انت فلان الفلاني؟ قلت نعم. قال البنت والولد عندك؟ قلت اي والله عندي بس فلوس ما فيه وانا والله اني متورط. قال هات حسابك. يقول اعطيه حسابي. يقول 5 دقائق وهي جاي في حسابي 40,000 ريال سعودي، ما ادري عاد كم دولار. يقول وانا معي 2600 دولار نعمه. يقول وانا اطير من الفرح. يقول والله انه اكبر فرحه فرحتها بمبلغ هاك اليوم عشان هالولد والبنت المساكين. يقول كل ما جيت في حزن وفي بكاء. يقول اجي قايم بروح للبنت واخوها ابشرهم ان الامور تيسرت، نروح ندور شقه. يقول بروح ادور شقه للبنت واخوها. يقول لانهم هاميني واكبر هم عندي انهم يسكنون وخلاص ارتاح العيشه بسيطه. يقول الا وانا يوم جيت قايم من مكاني الا والسوداني يتصل علي السمسار اللي قط معنا في الجروب، قال لقيت البنت واخوها شقه؟ قلت لا والله. قال في شقه صيده قيمتها 2500 دولار اصلها الحرمه اللبنانيه، واللبنانيه بتمشي وتبتسلم الشقه، تبغيها؟ قلت والله ابغيها والعفش لا يروح. ويقولوا نروح نشتري العفش من اللبنانيه ونسوي العقد مع الامريكي ب 2500. يقول صدمه ما في شقه بهالسعر. يقول واعطيه حساب 4 أشهر. قلت خايف انهم يلعبون في الفلوس. يقول سبحان الله وانا اعود عليهم قلت لقيت لكم شقه. يقول هم يصيحون من الفرح يزيدون. يقول كاني انتشلتهم من شيء عظيم. يقول وديهم الشقه وينزلون ملابسهم اثاث كامل كل شيء. يقول اخذهم السوق واشتري لهم من الى مواد غذائيه حقت شهر وكل شيء وملابس. وسبحان الله وتزين امورهم بعد ما كانوا بغى يرجعون السعوديه. يقولوا مشت الحياه. يقولوا ترجع حرمتي من السعوديه ونستكمل علاجها. قال الدكتور خلاص هذه حالتها مستقره. يقول تستقر حالتها ما شاء الله تبارك الله من هاك الايام لليوم مستقره حالتها. يقول وانا ينفك علي الخير. يقول والله العظيم اني عشت حياه غير الحياه اللي كنت عايشه قبل. يقول والله العظيم اني قبل ما اطلع واسوي هالقصه اني كنت في السعوديه اجمع الهلل عشان اشتري خبز للبيت، وذحين ولدي يدخل دراهم من هالشهرة، وعيالي واحد ضابط وواحد مدري وين، وانا بخير وعندي فلوس لا لها اول ولا اخر وبخير ومبسوط. والبنت والولد، البنت دكتوره والولد دكتور، كلهم كملوا دراستهم. الولد قال بكمل وكمل سبحان الله مع اخته واخذ الدكتوراه واخته دكتوره وذحين شغاله. وهذه القصه اللي حبيت اعلمكم فيها، وفيها الدعوه اللي في اخر ساعه من الجمعه لا تفوتكم، والله انها تغير مستقبلك للافضل. سلامتكم. وانا ودي والله انه يعرف بنفسه لكن